الآن بخصوص تجريم الاستعمار. تجريم الاستعمار أولا، أنا لحد الآن حاب نسأل ما هو الغرض من وراء تجريم الاستعمار هذه؟ يعني في إطار الظروف العادية، يعني كي نكون الظروف عادية، إيه تجريم الاستعمار وش تقول؟ فرنسا استعمار، كلب بن الكلب، وقتلوا لنا 7 ملايين جزائري أو 9 ملايين جزائري منذ 1830، وفرنسا كلبة بنت الكلب وداروا لنا وكذا كذا. هي هذه على بالنا بها، هذه على بالنا بها، والعالم كله يعرف أن فرنسا استعمرت الجزائر، شردت وقتلت وحرقت الأخضر واليابس ودارت المنكر في الجزائر. هل قانون تجريم الاستعمار سيضيف شيء لهذه الحقيقة؟ هذه حقيقة، استعمار فرنسي قتل وشرد وأحرق وفعل الأفاعيل. إذن ما هو الغرض؟ ما هو الغرض؟ تحصيل حاصل. قانون تجريم الاستعمار حاولت حكومة عبد العزيز بن خادم في بداية عهدة المرحوم بوتفليقة، ولكن حاولت كورقة للمساومة، لأن بوتفليقة ذكي، أو عزلي بالخادم قال له شفنا نواب يحركونا كذا، ما قال له ما يحبسوا، لأنه دخل في مفاوضات وكذا وفيها مصالح وفيها كذا ويمين يسار وعلى بالكم. يعني تم استعمال فزاعة تجريم الاستعمار لأغراض سياسوية، ثم تم إخماد الأمر، ولكن لمصلحة الجزائر ومصلحة عبد العزيز بوتفليقة. الآن هل من مصلحة الجزائر تحريك هذا الملف واستعماله كفزاعة تخويف أو فزاعة مساومة؟ لا، بالعكس، التوقيت خطير وخطير جدا جدا جدا، ولا يخدم إلا فرحات مهني. قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لا يخدم إلا فرحات مهني. تسألني تقول لي لماذا؟ ممتاز. الجواب أنه عهدة الرئيس ماكرون انتهت 2027، انتخابات رئاسية في فرنسا. طبعا ماكرون مش رايح يكون لأنه انتهى، وكل الاحتمالات في فرنسا تصب في اتجاه أن الرئيس القادم سيكون يا إما من اليمين نص نص أو اليمين متطرف. يعني مستحيل راح يكون من جماعة اليسار، يا إما راح يكون من جماعة اليمين المتطرف أو من جماعة تحالف روتايب. نعم، بمعنى أنه الرئيس القادم مهما كان سيكون أسوأ في العلاقات الجزائرية الفرنسية من ماكرون. الرئيس القادم سيكون أسوأ من ماكرون في الملف الجزائري الفرنسي. الرئيس القادم مهما كان، لأنه في فرنسا ماهوش كما احنا في الجزائر الرئيس نعرفوه عامين قبل الانتخابات. احنا عندنا في الجزائر نعرفوا الرئيس قبل، في فرنسا ما عندهمش، ما تعرفش في آخر لحظة، تقدر ممكن شهر شهرين صبر آراء تقدر تعرف نوعا ما، ولكن صعب. تذكروا جاك شيراك مع لوبان وش صرا. إذن الرئيس القادم سبر الآراء في فرنسا وفي أوروبا مع صعود اليمين المتطرف في دول كثيرة في أوروبا خاصة في فرنسا. الرئيس القادم مهما كان اسمه سيكون من جناح اليمين، يا إما اليمين المعتدل شوي أو اليمين المتطرف. بمعنى أنه هذا القانون تاع التجريم إذا مر بالفعل في البرلمان وأصبح قانون، سيكون مبرر لليمين المتطرف أنه يعترف بحكومة ووثيقة فرحة مهني. قال حبيت تلعبونا استعمار وكذا، يدز معاه، نعترفوا فرحة مهني
ويعينوا سفير لفرحات مهني ويعطوا له مقر ويعطوا له كذا ويعطوا له كل شيء. يعني راح تكون هدية على طبق من ذهب لفرحات مهني، وبالتالي تصبح فرنسا أول دولة ممكن، أو صديقه مش عارف شكون اللي راح تكون قبلها، تعترف بما يسمى بدولة فرحات مهني. وإذا اعترفت حكومة اليمين القادمة في فرنسا بفرحات مهني، معناتها بكل تأكيد معناتها راح تجي دول أخرى حذو تمشي طريق فرنسا. فرنسا دولة من دول أعضاء مجلس الأمن، من ركائز الاتحاد الأوروبي، على الأقل رايحة تحرك 4 ولا 5 دول إفريقية، رايحة تحرك المغرب، رايحة تحرك إسرائيل، رايحة تحرك يعني على الأقل حلفائها في إفريقيا وحتى في أوروبا أنهم يعترفوا بما يسمى بحكومة فرحات مهني، وبالتالي يتحقق الهدف وتتحقق الأمنية ونمشوا في المشروع الذي كنا وما زلنا نحذر منه. إذن أقول أن مقترح نزع الجنسية ومقترح تجريم الاستعمار هذين فخ يراد من ورائهما تحطيم الجزائر وتقوية جبهة فرحات مهني والانفصاليين وتقسيم الجزائر، تحطيم الجزائر وإسقاط مشروع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نعم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا سارت الأمور على ما هي عليه سيكون تاريخ 2027 هو آخر سنة أو آخر رئيس، وقلتها لكم قبل، آخر رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو عبد المجيد تبون. بعد عبد المجيد تبون يجينا رئيس لجزائر جديدة بحدود جديدة، تسمية جديدة وتقسيم جديد وأجندة جديدة ربي يعلم بها، لا يعلم بها إلا ربي سبحانه والناس اللي يعرفوا يقرأوا النوايا اللي قالك عندنا نعرفوا النية وش راك تنوي، لأنهم استغفر ربي دخلوا في علم الغيب ولاو ربوبة يعلمون علم الغيب ويدخلون في نية الإنسان. على هذا الأساس ننبه، نحذر وندق ناقوس الخطر. خافوا ربي في نفوسكم، خافوا ربي في الجزائر، القادم أسوأ. وهذه المشاريع الغبية لا تخدم الجزائر أبدا، لا تخدم وحدة التراب الوطني، لا تخدم وحدة الشعب الجزائري، بل ستساهم في تقسيم المجتمع، في تقسيم الشعب، في تقسيم الأرض. خافوا ربي في الناس، خافوا ربي في الناس.